منتخب الساموراي هو اقوى منتخب في اسيا حاليا، هو حامل لواء اسيا في هذا المونديال. راحوا اللي راحت كرة قدم جيدة. اللاعبين الاسيويين قلال في اوروبا في الدوريات الكبيرة، قلال اللاعبين الاسيويين ما عدا لاعبين اليابان وكوريا الجنوبية اللي هما راحوا مشاو لاوروبا وتعلموا اشياء اخرى غير موجوده في القاره الصفراء في قاره. ابرز لاعب ياباني حاليا كوبو. نعم هو ابرز. نعم ايضا كوبو ربما هو ابرز لاعب ياباني اسم نعم في ارضيه الميدان، لكن هم ايضا حذاري منتخب جالس مجموعه واحده ربما قد يخلق مفاجأة، من يدري قد يخرج واحد من المنتخبين القويين المرشحين للتأهل إلى الدور الأول، لأنه يقول لك بطل الدورات يولد أثناء الدورة وليس قبلها. نعم منتخب كوستاريكا ضيف فقط في هذه المجموعة في قائمة منتخب كوستاريكا فقط كانوا نافسين. خاف تهدر محمد حدود ضئيلة يقدر يكون هو مفاجأة الدورة. لا أمين معليش نقولوا احنا بأنه ضيف على هذه المجموعة. على الورق احنا رانا نتكلموا على الورق على الورق كوستاريكا واليابان الدور الأول. اليابان لا والله اليابان انا شوف اليابان نقدر نقول لك يقدروا يصنعوا المفاجأة، لأن الفريق الإسباني ما راهوش يخلع. أمين أنا كي تشوف اللاعبين في النوادي تاعهم كيفاش راهم في بداية الموسم ما راهمش يخلعوا، نتكلموا الحقيقة. فريق إسباني باسمه وعلى الورق يخلع، لكن في الحقيقة نشوفوا لاعبين ما راهمش يمروا بأحلى فتراتهم في النوادي. من المجموعة الخامسة إلى المجموعة السادسة التي تضم واحدا من أقوى المنتخبات في العالم، المنتخب البلجيكي المدجج بنجوم كثر، نجوم ستتل بدون شك في سماء قطر. لدينا أيضا ضيف لطيف، ضيف ظريف، ضيف خفيف على كأس العالم اسمه المنتخب الكندي. لدينا أيضا المنتخب المغربي على الورق هو أقوى منتخب عربي مشارك في نهائيات كأس العالم. ولدينا أيضا المنتخب الكرواتي الذي نشط نهائي 2018. لو نبدأ ببلجيكا معك حسين. بلجيكا يضم عناصر تلعب في مستوى جد عالي، جودة لاعبيها هي اللي تتكلم عليها، على غرار يعني عدة لاعبين كي نشوفوا هكذا دي براين، لوكاكو، هناك لاعبين في مستوى جد عالي وراهم يمروا بمرحلة جيدة في النوادي تاعهم. هذا هو الشيء. افضل شيء هو استدعاء توسار المنتخب الانجليزي، المنتخب البلجيكي. توسار نجم نادي برايتون، فيه دريس مارتنز، فيه باتشواي، فيه ايضا ازار، فيتال ازار، تيلمانس ايضا اللي قدم بدايه موسم ممتازه جدا مع نادي لايستر، ديكاتلير مع ميلون. ميدو أو بن شابير، متى سيفوز أو ستفوز بلجيكا بكأس العالم؟ صعب جدا صعب. دائما نسمع بأن المنتخب البلجيكي قوي، المنتخب البلجيكي بنجوم في السنوات القليلة الأخيرة. لا من 2006 أمين هو مرشح. لا ماشي من 2006 2010 2014. 2002 كانت عندهم مجموعة جيدة بقيادة ويليامز في الموت في 2014 كانت تشكيلة مليحة في 2014. لا هما تقريبا 2014 وطلعوا ظهر الجيل الجديد بقيادة هازارد دي بروين والجماعة شخصيتهم الأرجنتين. بدأ الحديث عن المنتخب البلجيكي الذي لفت الأضواء إليه، ولكن ما عندوش خبرة كبيرة في ماشي ما عندوش خبرة في كأس العالم، ما عندوش علاقة في كأس العالم، ما عندوش العلاقة تاع المنتخب الألماني ولا المنتخب الفرنسي ولا المنتخب الإيطالي ولا المنتخب البرازيلي ولا المنتخب الأرجنتيني. مصنف الثاني عالميا خلف البرازيل. بالتصنيف كان دائما في المركز الأول. كان الأول والثاني. نعم. ولكن التتويج بكأس العالم راح يكون صعب جدا على المنتخب البلجيكي. حتى المنتخب المغربي في هذا الضوء في هذه المجموعة يقدر يتفاوض في كامل المباريات حتى مع المنتخب البلجيكي، لأنه مع المنتخب البلجيكي تقدر تقول ديربي مصغر. هناك جالية كبيرة جدا في بلجيكا، جالية مغاربية كبيرة في بلجيكا. راح تكون مباراة قوية جدا المنتخب المغربي أمام المنتخب البلجيكي. المنتخب البلجيكي ما راحش يكون في نزهة أمام المنتخب المغربي. أمام كندا أيضا المنتخب المغربي يستطيع أن يفوز بهذه المباراة. أمام المنتخب الكرواتي أيضا المنتخب المغربي يستطيع أن يتفاوض. كرواتيا ماش كرواتيا 2018. استبعاد أوريجي أو أوريجي ما راحش يقدم بداية الموسم مليحة، ماهوش يلعب حتى مع نادي ميلان، سجل هدف واحد فقط هذا الموسم مع نادي ميلان. لذلك قرار استبعاده كان منطقي جدا، خصوصا في ظل تألق تروسار في الدوري الإنجليزي، واحد من أحسن المهاجمين حاليا. نعم. بلجيكا غير مرشحة للفوز بكأس العالم؟ لا غير مرشحة. معلش بالنسبة لي ليس مرشحة. في الدور الثاني ممكن أنها تروح تلاقى مع فريق بلجيكا في 2014 ضد المنتخب الجزائري فازوا علينا بصعوبة، وكانوا يملكوا فريق جد. كان أليلوزيتش كان بدا خطه دفاعيه، لو كان اكثر شجاعه في مباراه بلجيكا كنا قادرين نفوزوا. مثل مباراه ضد كوريا كان اكثر شجاعه. نعم. ويدخل لاعبين في الهجوم، في التنشيط. نعم. الهجومي على وسط الميدان. فزنا بالمباراه 4-2. ابعاد أليلوزيتش وعوده
زياش وحمد الله للمنتخب المغربي. اختيار موفق للمدرب ركراكي اللي معروف باللي كان لاعب مميز، كان هو يشغل ظهير ايمن في لم تعلق على ابعاد لينوزيتش؟ ابعادها لينوزيتش ربما لظروف ما نقدرش نتكلمك عليها. انا مانيش عايش مع المنتخب المغربي ولا نتابع في الاخبار تاعهم. المنتخب المغربي والمنتخب العربي الاكثر او الاعلى قيمه تسويقيه 232 مليون يورو هي قيمه لاعبي المنتخب المغربي، ثم ياتي بعد ذلك تونس 66 مليون، ثم السعوديه 30 مليون، ثم قطر ب 18 مليون يورو. لكن نعرف باللي ركراكي كي جاء يعني لاعب مثل حمد الله اللي يشغل منصب مهاجم ولاعب مهاجم اخر يلعب على الرواق اللي هو زياش، هادو لاعبين تستحقهم في اي منتخب تكون حاكمه، لانهم لاعبين يلعبوا في اعلى مستوى يقدموا. حتى حمد الله يلعب في الدوري السعودي، والدوري السعودي نعرفوا باللي فيه مستوى لا باس به. نعم. وهذه يعني ركراكي اعطى دفعه كبيره للمنتخب المغربي. المنتخب الكندي ايضا يتواجد في هذه المجموعه، كندا مصنفه 41 عالميا، كندا مصنفه الرابعه قاريا. كندا شاركت فيما مضى في نسخة واحدة من نهائيات كأس العالم، لم تفز بأي مباراة ولم تتعادل في أي مباراة، خسرت كل مبارياتها، تلقت 5 أهداف كاملة ولم تسجل أي هدف. مشاركة كارثية أولى للمنتخب الكندي. أمين، على ظهر من سيحصد كندا أول نقطة له في المونديال في اعتقادك؟ يقدر محمد، يقدر يتفاوض مع المنتخب المغربي، يقدر يتفاوض مع المنتخب الكرواتي، يقدر يتفاوض حتى مع المنتخب البلجيكي. نعم. المنتخب الكندي تطور محمد السنوات القليله الاخيره، تطور كثيرا، اداؤه اصبح اكثر هجوميه، اكثر قوه. عنده ديفيس ظاهر ايسر نادي بايرن ميونخ. تعادل وديا امام البحرين 2-2. نعم.